بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم مشاهدينا الكرام ومرحبا بكم في قناة مطبخ شهوات الأسرة. تابعوا معايا نشوفوا طريقة وتحضير هاد الوصفة. نبداو على بركة الله. الوصفة ديالنا ديال طاجين بالسرديل بالخضر. اول حاجة كناخذوا الطاجين. هنايا عملت بعض السيقان ديال المعدنوس، المهم حبيت انني نعملهم، نتوما الا ما بغيتوش بلاش. اول حاجه كنضيفوا هي البصل، كنفرشها هنايا. يمكن لكم تعملوها دوائر على شكل دوائر. صافي كنفرش البصل. هاد غادي نعمل الخضر. بصله كبيره شويه، المهم ما تكونش كبيره بزاف وما تكونش صغيره، متوسطه شويه. صافي غادي ناخذ الجزر، غادي نقاد الجزر هنايا. المهم كنستفوا على هذا الشكل. المهم كنفرشوا الخضر هي الاولى قبل السرديل. كنفرشوا الخضر باش كطيب لينا ديك الخضر يعني من التحت، لان السرديل كما كتعرفوا راه دغيا كيطيب. غادي نعمل هذه البطاطس. دابا غادي ندوزو نحطوا البطاطس حتى هي نستفوها، نستفوا البطاطس اللي عندنا. كميه الخضر كتبقى على حسب افراد الاسره. المهم كانوا افراد الاسره شويه يعني كثيره، يعني راه كتضيفوا على حسب افراد الاسره. صافي تنستف هاد الخضر كلها هنايا. كيجي واحد الطويجين رائع. هنا كما كتشوفوا حاطه واحد الفلفل. هاد الفلفل يمكن لكم ديروا الفلفل الحمراء ولا الصفراء ولا اللي بغيتو. انا درت هادشي اللي عندي متوفر عندي. كندير حتى الفلفل الحمراء، تتعجبني انا الفلفله الحمراء، ولكن للاسف ما عنديش دابا حاليا. صافي هنا كملت هذه الكميه ديال البطاطس اللي كنا مقطعين. هاد الكميه اللي خليت حتى غادي نضيف السرديل، عاد كندير الكميه اللي باقيه ليا ديال الخضر من الفوق ديال السرديل. المهم ما بغيتش نعمل السرديل تحت لان السرديل دغيا تيطيب، وبغينا الخضر هي اللي طيب لينا. هاد الخضر اللي بقات راه غادي نقطعهم غير رقيقه باش كطيب لينا دغيا. صافي دابا على بركه الله غادي نضيفوا السرديل ديالنا هكا. غادي ناخذوه ونعملوه بحال هكا، ندير بحال هكا. انا هذه غنديرها الوسط. صافي يا ليلى وصلت على نجي. ودابا كما كتشوفوا غادي نعمل هاد الخضر اللي بقات لينا. غادي ندير ليه بحال هكا، غنقطعو شكل مائل بحال هكا. هانتوما شوفوا. انا هاد الطاجين ديال السرديل شحال تعجبني، يعني شي حاجه اللي عزيزه عليا كتبغي لي بغيت نقول شي حاجه اللي كتعجبني بزاف. كنحماق على السرديل وطاجين السرديل، يعني السرديل كاع كما يعني عملنا له. انا من عشاق السرديل. شكون بحالي يخليها ليا في الكومونتير. شكون اللي كيحبوا هكا طاجين؟ صافي هادو ممكن نخليهم حتى نعاود نديرهم فوق البطاطس. هنا البطاطس غنديرها رقيقه باش كطيب لينا دغيا، هي والجزر. يعني التزيين ديال الطاجين كل واحد كيفاش كيعملو، كيفاش كيحب يشوف الطاجين ديالو. يعني ديك الخضيره وداك يا الحوت يا الدجاج يا اللحم يا اللي كان. صافي هاد البصيله راه غير نسيت، هاد الشنيتيات البصيله غير نسيتها، حبيت انني نديرها حتى هي. ودابا غنديروا الفلفل.
كما كتشوفوا كملت صافي. هنايا قشرت الطماطم اللي عندي، غادي نقطع على شكل دوائر. صافي هنايا بعد ما قشرت مطيشه الطماطم، صافي هنايا كنعملها حتى هي من الفوق، يعني من حتى نعملوها هكا من الفوق ديال الخضر. صافي غادي نجيبو داك الجزر اللي نديرو هنايا. المهم كما قلت لكم تنزينو كما حبات خاطرنا. انا تعجبني دائما نزين الطاجين هكا، كنحاول نخترع ما يضرش كيل. صافي داك الربيع اللي بقى عندي كنعملو هنا واحد شويه الثوم حتى هي كنديرها هنا. هاد الثوم المحكوك اللي كندير من الفوق هذا راه تيعطي واحد اللذه للطاجين، هذا راه سر من الاسرار، هاد تيعطي واحد اللذه للطاجين رائعه. صافي دابا كملنا الخضار، درنا كلشي ما بقى لينا والو. انا هنا ما غاديش ندير غادي ندير شويه من الحامض وشويه من هذا المصير، كيعجبني انا هذا المصير. غادي ندير هكا، وغادي ندير واحد شويه من هذا، غير شويه هكا. صافي غير طريفات هكا صغار. وهاد الشرموله اللي بقات غادي نضيف عليها شويه الماء ونسقي بها هاد الخضر من الفوق. هيا كما كتشوفوا هو التشرموله ما شاركتش معكم التشرموله. كناخذوا الربيع ونقطعوه نديروا ليه التوابل، التحميره، سكينجبير، الخرطوم، الابزار، الثوم. صافي هادشي اللي عملته. الحامض صافي، الثومه كنحكوها وصافي هادشي، وكنشرملو السردين اللي عندنا. صافي دابا غادي نعمل الزيت. هيا كما كتشوفوا الزيت صافي، وغادي نوضعو فوق النار. ايوا هذا هو الشكل النهائي ديال الطاجين ديالنا قبل ما يطيب. هذا هو الشكل ديالو هكا كيجي كما كتشوفوا. يا سلام على منظر ديال الطاجين، رائع، شي حاجه اللي زوينه ما شاء الله تبارك الله. صافي دابا غادي نهز الطاجين ديالي وغادي نعملو فوق البوطه كيطيب، وصافي ونتلاقاو ان شاء الله من بعد ما يطيب لينا الطاجين ديالنا.